طبعا قلت للاخوان المساجين طبعا عفوا، في وانت شيء مش. بهالحالة. ايوه ايوه، انا رحت ابشرك سجون، كل منطقه اروح سجنها كله من اجل الشباب، عارف، لانه مروا باللي مرينا فيه بس. فاقول لهم في شيء مشترك بيني وبينكم، ايش تتوقعون؟ يقولوا الحب في الله، يقولوا الايمان، الاخوه الصادقه. اقول لهم المشترك بيني وبينكم هو السجن، بس انتوا اللي سجنكم المخلوق، انا اللي سجنني الخالق. وسجن المخلوق اخف بكثير من سجن الخالق. سجن المخلوق تاكل بيدك، تشرب بيدك، تغسل عورتك بيدك. سجن الخالق يحبسك في نفسك، يحبسك في روحك. اليد موجودة بس الأمر مفصول. ففي واحد من المساجين قال لي يا شيخ ادعي لي، علي حكم 20 سنة. قلت له ما شاء الله عليك، مبروك ألف مبروك. قال لي يا شيخ اتق الله، أقول لك علي 20 سنة تقول لي مبروك؟ قلت له طيب كم قضيت من ال20؟ قال لي 4 سنوات. قلت له باقي لك 16 سنة وتخرج، تحفظ القرآن نصف المدة تروح، بحسن سيرة وسلوك ربع المدة تروح، يجيك عفو ملكي تخرج. أما أنا محكوم علي في نظري ونظر الأطباء دوليا، تخيل عالميا، مؤبد. الشلل الرباعي ما لقيوا له علاج. تخيل كم قضيت من المؤبد هذا إلى أن ينظر الله إلي بعين الرحمة. قضيت 31 سنة. الله أكبر. أكلي أمامي ما أقدر أمد يدي عليه، شربي أمامي ما أقدر أشربه، ولا عورتي ولا أحك وجهي. جوالي ما نقدر نلبس. الآن شوف ما أبث إلا إذا جاني أحد. شوف تخيل، هو يدي اليد ورجلي. لك. الله يسعدك. فأقول لهم يا شباب ترى الغرض مو من هذا. الغرض أنه الدنيا أصلا سجن المؤمن، فلا نخرج من سجن إلى سجن أكبر، إلى سجن الدار الآخرة وهو النار. ترى ربنا ما خلقنا عشان يعذبنا. الآن لو خيرتكم المساجين، أقول لهم لو خيرتكم إنكم تكونوا زي عبد الله بنعمة وتخرجوا برا السجن، توافقوا؟ يقول لا. لا. قلت لهم والله أنا الآن لو خيروني إني أكون مكانكم وبرا السجن ما أبغى. لا إله إلا الله. لا إله إلا ليش؟ الله. لأنه كلنا نبحث عن السعادة ونبحث عن راحة البال والطمأنينة. صدقوا وأنا أمشي كنت ألعب كاراتيه وجمباز وحديد، ألعب لعبة اسمها السيلات، دفاع عن النفس، ممنوعة. كنت عمري 18 سنة ونص تقريبا. والله ما وجدت إلا المتعة المؤقتة، السعادة ما وجدتها. أكبر. نتمتع شوية بالشهوات وبالملذات ونرجع قرف وطفش وضيق وهم أكثر من الأول. لكن السعادة وجدتها متى؟ لما أكرمني الله بهذا البلاء. السعادة هي ما هي في الجسد ولا هي في القلب. والله أقسم قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فأسأل الله يرزقني وإياكم الحياة الطيبة، وتوبوا وارجعوا إلى الله، والله يجب ما قبل التوبة. الله يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لأنه رحيم وكريم. فعشان كده وأنا أقول ما ندخل هذا المكان إلا تذكير وواعظا بلسان الحال والمقال، وأدردش أنفس عن نفسي معاكم، ألاقي أخويا فايز يرفع همتي ويرفع عندي الدعم كذا في القلب. أنت والله مثل تفكر من اللي يعطيك كوافي هذا جالس يعطوك طاقيات يلبسوك البرنيطة؟ أنا ولا أحد ما لبسوني نظارات
استغل سيقال وشالها. اي تجي عندك بس يقول لا هذا مطوع، وحطوه على الممثل حطوه على الممثل. فرصة يا جماعة الخير، تابعوا الشيخ عبد الله ونعمة، سووا متابع للشيخ عبد الله برضه اللي عند كم عبد الله. متابعينك يا برضه اللي شيخي؟ عند عبد الله تابعوا الشيخ اخونا يا 300,000 مسوي. ما شاء الله انا عليك. انا والله ما ادخل يا كثير يا شيخ، انا يا دخلت اخي عادي. متابعينك يا اخوي فايز، يا وناخذ ابن متابعين حلال سامحني. انا شوف من جميل ستر الله ومن رحمه الله، انا قبل ما بس ارسلوا لي حقين التيك توك يقول لك يشرفنا ويزيدنا شرف وفخر ان هذا الرجل وهذا الشيخ الفاضل يكون معنا في الوكاله، ويا ليت لو تكلمه وتقول له انه كيف طريقه التواصل معه. يبغون يتواصلون معك يا شيخ، اعطيهم تلفونك. اعطيهم تليفوني. اذا انا بعطيهم وبخليهم يرسلوا لك رساله. الله يرضى عليك، ما داموا لله قول حياتي كلها لله. انت حتى وش مرسل؟ شعاري في الواد، انت وش عارف مرسل؟ شعاري؟